questa sera di giocare cerca le tribunti, questa informazione per favore. Ma sicuramente noi giochiamo sempre per i 3 punti, anche contro l'Ali Tripoli abbiamo dimostrato di essere روبرتو لاني قال فريق الترسانة اليوم يبحث على 3 نقاط لأن الأهلي مبتعد في بداية الترتيب، وراه فريق المدينة. النقاط استنزفت من المباريات السابقة، بالأربع المباريات السابقة. فريق الترسانة سوف يقدم مباراة مليحة اليوم إن شاء الله، ويبحث على 3 نقاط وما يبوش يكرر السيناريو بالهدف الضائع لخروج البطاقة الحمراء بالمباراة السابقة. أبناء السويحلي أرادوا مواصلة رسم لوحة الانتصارات عندما حلوا ضيفا ثقيلا على ترسانة سوق الجمعة الذين أرادوا مغادرة قاع ترتيب المجموعة الأولى. محمد المنقوش كاد يفرح جماهير السويحلي مبكرا إلا أنه انفرد ولم يسجل. عبد الحكيم الغويل توغل وسدد، ووسام البودي تألق في الإبعاد. المنقوش ينفذ والعجيل رأسيته لا تخطئ المرمى، معلنة أولى الأهداف للسويحلي في الدقيقة 14. أبناء الترسانة حاولوا العودة سريعا بعد تسديدة أفلح مدافعو السويحلي إخراجها. في بداية الشوط الثاني حاول الترسانة الضغط عن طريق حسام الجنافي الذي توغل، ولكن تسديدته وصلت إلى أحضان شنينة، ولأن أقرب الناس إلى الأرض أكثرهم دهاء المنقوش استلم وانطلق بسرعة الضوء، تاركا مدافع الترسانة والحكم المساعد يتمنون اللحاق بالجنرال الصغير الذي لم يكتفي بذلك بل أصر على تسجيل هدف من أجمل أهداف الدوري. توالت الفرص بعدها، محمد الطيب يحاول بتسديدة ضعيفة، والزياني هو الآخر يجرب حظه بتسديدة مرت بجانب القائم الأيسر لبودي. آخر الدقائق أثمرت عن ركلة جزاء لترسانة. جلال البيدي يتقدم ويسجل هدف تذليل الفارق لينتهي الشوط الثاني ويعمق السويحلي جراح الترسانة التي ضلت طريق الانتصارات. أما السويحلي فسينتظر المدينة في الجولة القادمة والتي سيكون عنوانها فض الشراكة في مصراتة. إبراهيم، اليوم كيف شفت مباراة اليوم؟ وشنو الصعوبات اللي واجهتكم؟ ولا ما فيش صعوبات، الحمد لله احنا ادينا اللي علينا والحظ ما حلفناش، وان شاء الله في المباريات الجايه نقدم افضل وافضل ان شاء الله يا رب. والله نحب نشكر اللاعبين على المباراه، قدموها رائعه، نشكر الله على الهدف اللي سجلته، ان شاء الله من احسن لاحسن المباريات.